قالوا عنك في عبده ما بتحسش بالغلابه، ردك نوضح. يعني ما بحسش بالغلابه؟ لا، انا غلبانه زيهم. ده انا اكتر واحده بحس بالغلابه عشان انا غلبانه زيهم. بس انا عايزه اقول حاجه، احنا ببلد نعمه واللي يكرهها يعمى. احنا ببلد نعمه واللي يكرهها يعمى. احنا ببلد محدش هيعرف يعوضها ابدا ابدا ابدا. انت في مصر وتبقي فخوره كده، لان انا لفه العالم وانا مصريه، ولما رحت مهرجان كان ايجيبشن انا مصريه وفخوره ان انا مصريه. احنا ببلد نعمه، بس الناس ما بتعرفش. لو يسافروا بره ويشوفوا الغلو اللي بره ويشوفوا ده انا غلبت شنطه، غلبتها هنا ب 20 جنيه. رحت ايطاليا قلت ما اغلب الشنطه وانا راجعه 14 يورو. اضربي في 24. واللي انت بقى ما بحسش في الغلابه في ايه؟ ما انا غلبانه من انا، وانت فاكراني طالعه في بقي معلقه الماظ ولا ذهب؟ انا غلبانه بس عملت نفسي بجدعنه وباحترام وبادب. عملت حاجه اسمها بيبي عبده بمنتهى يعني الرضا. راضيه، كفايه ان انا راضيه عن نفسي، كفايه ان انا بنام، كفايه ربنا مديني ده، مش هقول حاجه تانيه. انا مش هقول ربنا مديني ايه. يمكن الناس كانت منتظره عشان هم شايفينك انك شبههم ومنهم وزيهم، كانوا منتظرين انك تبقي معاهم مش ضدهم. لا انا معاهم. مين اللي قال ان ضدهم؟ هو اللي غلبان بقى عنده عربيه حبيبتي عشان يحط فيها بنزين؟ الغلبان يمشي على رجليه زي ما انا بمشي، كنت على رجليا. ده انا اول ما طلعت في الفن كنت طالعه بطلع 5 ادوار سلالم لاني ما عنديش اسانسير، واخده شقه على قدي، فكنت بطلع ال5 سلالم كده الاسانسير، واطلع كده اقف بص من البلكونه، والنبي يا رب انا الاقي عربيه زي علبه السجاير، عارفينها السيت ولا السيد دي صغننه لقد كده، يا رب انا ممكن اركب عربيه زي دي. فاول ما ربنا اداني عربيه شيفورليه ركبتها. انا مشيت مع الغلابه دول. انا مش انا طلعت زي الناس اللي بتقول دلوقتي البنزين. طب ما انت ما معكش ما تمونش بنزين يا اخي. ايه دخل الغلبان في البنزين والعربيات والقبه واغير العربيه دي واحط العربيه دي؟ ليه نتكلم على حاجات اقليه في البلد؟ عايزه اسالك سؤال. رايك انه الفنان يرد في الامور العامه اللي زي دي ولا ما يردش عشان ما يخسرش الناس؟ والله لو اتحطيت فيه وانا صادقه مع نفسي لازم ارد. انا قلت لك انا اخد حقي وانام. ما قلت ايه غلط؟ حساب للناس، المهم تقولي كلمه. لا قلت ايه غلط؟ قلت انا مش بتاعت بنزين. حاجتين ما افهمش فيهم، لا السياسه ولا الدين. ما تسالنيش عنه لان ما اعرفش حاجه عنه. خلاص؟ الفن افهم فيه، اتكلم فيه. تيجي اتكلمنا على البنزين، فقلت اللي ما عندوش ثمن البنزين ما يحطش في عربيته بنزين وما يروحش باي مشوار عاوز يروح. اذا كان مش مهم. هو لو انت عندك فيلم حلو وثمن التذكره 50 جنيه مش هتخشيها؟ هتخشيه. هتقولي لابنك لا حتى لو انت فقيره؟ لا، هتقولي له روحي يا حبيبي. لا، في حاجات منطقيه كده الواحد يتكلم فيها، حاجات مش منطقيه. يعني ان انا ما احسش بقيمه بلدي، لا احس بقيمه بلدك. عارف ليه بحسيت وانا بقول لك؟ لان انا بحبك وانت بتحبني. انا اكبر مليارديره بحب الناس لعلمك. انا اللي بتقولي لي بيهاجموني حد بيهاجمني، ده انا متحضنه بحب ولا حد يطوله. قالوا عنك انك فيفي عبده لو وقفت فوق فلوسها توصل السقف. وقالوا برضو ان انا ساكنه في العماره الفور سيزون اللي عشان الناس تشتري بالعربيه، عشان انا فيمس، عشان انا اسمي فيفي عبده. لو انا مش فيفي عبده مش هيتقال عنها كده على الصيت ولا الغنى. ما عشان انا فيفي عبده. يعني وانا لو واحده نكره، لو انا نكره الناس هتجيب سيرتي. انت النهارده لو كل يوم جيبي اي برنامج هتلاقي انا لازم اكون في جمله مهمه في البرنامج. خلاص، ده ربنا عاوز كده سبحانه وتعالى. حقيقي. لا طبعا الصيت ولا الغنى فيها 3 حاجات ما تقدرش تشتريهم يا باشا. 3 حاجات الدنيا كلها ما تقدرش تشتريها، لا السعاده ولا الصحه ولا حب الناس. تقدري تشتريهم ولا بمال قارون. لو حطيتي مال قارون كده زي ما انت بتقولي حطوا وبشوف زيمبابوي قال. والخلفه
ما شاء الله لا قوه الا الله اكبر، والنبي عشان بيتقرر علينا في الموضوع ده مش موضوعنا ده ربنا كل واحد كاتب له ال 24 ايراد بياخدهم بطريقته. ربنا كاتب له ال 24 ايراد بياخدهم. نشوف تاني كنت هقول لك نشوف الفيلم اللي بعده. الفيلم اللي بعده يلا نشوف الفيديو اللي بعده. نشوف لسه عندك تاني بعد كده؟ لسه كتير. يلا يوه.